السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بصحة وسلامة. في هذه الدقائق السريعة التي تشاهدونها سنأخذكم في توضيح مبسط عن مرض العصر، ألا وهو الأرق، مع ذكر أنواعه وأسبابه وهل من علاج مناسب لذلك. قد يكون أغلبنا مر بصعوبة النوم لساعات أو لأيام، يحاول جاهدا الخلود إلى النوم ولم تأخذ عيناه، أو يضطر إلى استخدام بعض العلاجات المهدئة أو المنومة أو المراجعة الطبيب المختص مع اللجوء إلى الصيدليات لأخذ ما يمكن أن يساعده في ذلك. وإذا كنت أول مرة تشاهدنا فلا تبخل علينا بالإعجاب والاشتراك دعما وتشجيعا لنا. وعليه نقول إن الأرق هو البقاء لفترة طويلة بلا نوم مع وجود الرغبة فيه، أو يجعلك تستيقظ مبكرا مع عدم القدرة على العودة إلى النوم مرة أخرى. يعني تحاول مرة مرتين العودة إلى النوم، ولكن لم تأخذ عيناك بالنوم. ويمكن أن يؤدي الأرق إلى تدني مستوى طاقتك ومزاجك وصحتك وأدائك في العمل. لاحظ كيف؟ فكم من شخص يقدم علينا إلى الصيدلية يشكو من هكذا حالات ويطلب المساعدة في الحصول على النوم الكافي، إذ يعد النوم أمرا مهما لصحتنا كأهمية النظام الغذائي الصحي وممارسة النشاط البدني. يعني مثل ما أنه نهتم بالنظام الغذائي الصحي ونهتم بأجسادنا، لابد أن نهتم بالنوم. فقد يؤثر الأرق سلبا على صحتك العقلية والجسدية والنفسية. احنا قبل شوي ذكرنا أن قلنا يمكن أن يؤدي إلى تدني مستوى طاقتك ومزاجك وصحتك. هنا قلنا يمكن أن يؤدي، لاحظ، يمكن أن يؤثر الأرق، يمكن أن يؤثر الأرق على صحتك العقلية والجسدية والنفسية، حيث يحتاج معظم الأشخاص البالغين حسب الدراسات وحسب الاستقراء وحسب ما متعارف إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة لضمان شعورهم بالراحة والاستقرار والقيام بأداء المهام. يعني الإنسان يحتاج إلى 8 ساعات من النوم في كل ليلة، لأن نوم النهار لا يعوض نوم الليل. نوم الليل جدا جدا ضروري ومهم للشخص الواحد. ممكن أكو بعض الأشخاص يقول لك أنا أحتاج أقل من 8 ساعات. نعم، ممكن أقل من 8 ساعات، لا ضير ولا إشكال في ذلك. أنواع الأرق إلى 3 أصناف حسب الحالة التي يمر بها الشخص. يعني كل شخص حسب حالته تصنف الأرق: الأرق الحاد والأرق المزمن والأرق اللحظي. الأرق الحاد وهو الأكثر انتشارا بين الناس ويتميز بزمنه المحدد وينتج عن اضطرابات شخصية ويزول بزوال الأسباب. أما الأرق المزمن لا يستمر لسنوات طويلة وقد يصاحب الإنسان مدى عمره ويعود إلى الأرق المزمن يعود إلى وجود أمراض مزمنة لدى الإنسان، كما قد يحدث بلا أسباب واضحة. ثالثا الأرق اللحظي، وقد يصاب به الإنسان فجأة وغالبا ما تكون الأسباب غير معروفة، يعني بدون سبب ممكن أن يكون الأرق اللحظي. ما هي أسباب الأرق؟ أو بعبارة أخرى، من أين يأتي الأرق الذي نعاني منه؟ طبعا يعود الأرق إلى عدة أسباب، قد تكون نفسية، طبية، غذائية، بيئية، طبيعية. الأرق النفسي وهو الأكثر انتشارا والأصعب علاجا، فأفكار الإنسان المصاب بالأرق تبقيه يقظا دون النوم. يعني الأفكار اللي أنت مشغول بها النهار كله ممكن أن تسبب لك الأرق. وتعتبر الضغوط اليومية مثالا واضحا لهذا النوع من الأرق النفسي، مثل مشاكل مالية، مشاكل العمل، العلاقات الاجتماعية. يعني إنها الإنسان بطبعه اجتماعي ويتعرض إلى مشاكل مالية ومشاكل العمل ممكن أن تؤدي أو تسبب الأرق. 2 الأرق الطبي، أي توقف التنفس أثناء النوم لعدة ثواني. يعني وانت نايم ممكن أن يتوقف التنفس عندك
أو دقات القلب تزداد كثيرا، تسبب لك إزعاج حيث يضطر النائم بعدها إلى الاستيقاظ ويواجه بعض المشاكل التي تعيقه عن النوم ثانية. يعني تريد تنام مرة ثانية فلم تستطع، وقد يستيقظ عشرات المرات في الليلة الواحدة. كما أن الأمراض المصحوبة بالآلام غالبا ما تسبب الأرق، مثل أمراض القلب، الضغط، السكر وغيرها. 3. الأرق الغذائي، ويعتبر الطعام من العوامل المسببة للأرق، مثل القهوة فهي العدو الأول للنوم، كذلك الشاي والكولا والمشروبات الخفيفة المحتوية على نسبة عالية من الكافيين. أضف إلى ذلك زيادة الملح في الطعام. مولانا زيادة الملح في الطعام تؤدي إلى صعود الضغط، مما يؤدي إلى ذهاب النوم. هذه الأرق الغذائي. 4. الأرق البيئي. شنو الأرق البيئي؟ وهو الأرق الناتج عن الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو الضوضاء أو الحشرات. كما أن الإنسان المعتاد على النوم ويده تحت الوسادة يكون كثير القلق، حيث يشعر بالتنمل نتيجة اضطراب الدورة الدموية باليد، مما يكون سببا كافيا لطرد النوم وجلب القلق والأرق. طبعا الأرق ممكن أن يؤدي إلى مشاكل ومضاعفات كثيرة، نذكر منها باختصار لضيق الوقت. أولا أداء ضعيف في العمل أو الدراسة، يعني إذا هو الليل كله ما نايم ممكن أن يتكاسل بعمله أو دراسته. ثانيا تباطؤ رد الفعل أثناء القيادة وزيادة خطر التعرض للحوادث. أيضا يعني الأرق ممكن أن يؤدي إلى مشاكل، فهنا ننصح بعدم قيادة السيارة أو وسائل النقل تجنبا للحوادث والمشاكل. 3. اضطرابات الصحة العقلية مثل الكآبة والقلق ويعني الهلوسة، يعني تشعر بأنه إنسان فاقد السيطرة، أو تعاطي المواد المخدرة. ممكن أن يقود بنا الأرق إلى تعاطي المواد المخدرة ليأخذها الشخص كي يخلد إلى النوم ويشعر بالهدوء والسكينة. 4. زيادة خطر التعرض للإصابة بالأمراض طويلة المدى أو بحالات طبية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة. 5. الهوس والقلق والصداع وفقدان التركيز. 6. التعب خلال النهار، شيء أكيد إذا هو الليل كله ما نايم تعبان في النهار، يشعر بالكسل والخمول والتعب مع ظهور دوائر داكنة بشكل ملحوظ تحت العيون، تعكس ما يحدث للجسم من اضطرابات فيسيولوجية. يعني إذا تذهب إلى الطبيب أول ما يلاحظ أن عيونك داكنات هنا راح يسألك يقول لك البارحة نايم أو ما نايم، يعني شبعان نوم أو غير شبعان نوم. هذه تعطي إشارة للطبيب أو للمختص أو للصيدلاني أن وجود مشاكل عند الشخص. 7. عدم القدرة على التركيز، كما قد يصاب بالهوس السمعي والبصري مع خمول في الشخصية. هذه أهم مشاكل ومضاعفات الأرق. هل يوجد علاج مناسب للأرق أم لا يوجد؟ خلي في بالك أن اللجوء إلى الأدوية والعقاقير الطبية لعلاج مثل هكذا حالات يعني ومنها الأرق كثيرا ما تسبب مشاكل، حيث أن بعضها قد يحدث شللا في الجزء المسؤول من الأحلام وين في منطقة المخ، مما ينتج عن إجهاد وتعب الجسم والذهن. يعني إذا تأخذ هذه العلاجات لا سامح الله ممكن أن تسبب مشاكل في الجزء المسؤول عن الأحلام. أما إذا كان الأرق ناتجا عن الاكتئاب فتناول الحبوب المهدئة أو المنومة تعمل على زيادة حالة الاكتئاب سوءا، يعني بدل ما نعالجها ممكن أن تزيد الحالة سوءا. وتعاطي هذه العلاجات يسفر عنها إدمان. شفت شلون؟ وتتحول شخصية الإنسان
إلى شخصية عدوانية انطوائية بسبب أخذ هذه العلاجات. وقد يشعر الإنسان الذي يتناولها بإرهاق جسدي ونفسي في النهار، مما يجعله يلجأ إلى الأقراص. بسبب الأرق يضطر يأخذ الأقراص، في المساء حبوب منومة، وفي النهار حبوب منشطة، حتى ينتهي به الحال أخيرا إلى حدوث تسمم، إلى جانب حدوث مضاعفات خطيرة وين؟ في شخصيته. يعني يصبح إنسان مهلوس ومدمن على هذه الحبوب الخطيرة. فنحن لا ننصح بها البتة، يعني نحذر منها ولا نصرفها إلا لوجود حالات نادرة تستوجب أخذ العلاج. وعليه كن أنت طبيب نفسك وعالجها بالطرق السليمة، وابتعد عن المسببات التي تزعجك قدر المستطاع. نظم نومك واجعله في أوقات ثابتة، يعني اذهب إلى النوم في الساعة 10 مثلا مساء أو 11 مساء. حدد هذا الوقت واجعله ثابت. ممكن أن يأتيك النوم وتشعر بالنوم الهانئ وتبتعد عنك الأرق والقلق. واحرص على صحتك كما تحرص على طعامك وثيابك، مبتعدا عن الإجهاد والتعب والسهر والإفراط في الأكل مساء. يعني هذه الأمور حاول قدر المستطاع أن تتجنبها، وترك شرب المنبهات من الشاي والقهوة، والتقليل من استخدام التكنولوجيا، يعني الأجهزة الإلكترونية. يعني أنت مو النهار كله مستخدم الموبايل وآخر لحظات تترك الموبايل وتلف راسك وتنام. إلى هنا نصل في ختام موضوعنا لهذا اليوم. نأمل أن استفدتم منه. نتمنى لكم الصحة والسلامة، ولا تنسونا من خالص دعائكم، وشكرا لكم.